السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندي هنا كمية قشطة محترمة جدا، ومهما لف فيها مش راضية تخرج، يعني حقيقي والله مهما الف فيها، ولدرجه ان انا حطيتها في الكبه. شوفوا بقى كميه فرم الكبه، يعني 100 لفه في الثانيه برضو مرضتش تخرج. فتعالوا بقى لو انتوا عندكم نفس المشكله، تعالوا انا اقول لكم انا بحلها ازاي. هفضيها في الحله كده زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اهو. وهبدا بقى ان انا افك فيها، كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. اهو معاكم واحده واحده، لا هقدم الفيديو ولا هاخره ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وعامه زبده الصيف مقرفه، وما بتبقاش ولا طعم زبده الشتاء ولا نص طعم زبده الشتاء ولا خير الشتاء، يعني هو ما يعلاش عن زبدة الشتاء بصراحة. زبدة الصيف بتبقى متعبة شوية على ما تخرج وتبقى زبدة كده، على ما القشطة تخرج وتبقى زبدة بتتعب، وعلى ما تطلع زبدة برضو ما بتبقاش زي اللي زي اللي هي بتاعت الشتاء. ما بتبقاش بقى الا في حال واحد، لو الجاموسة لسه والدة بيبقى لبنها لسه صبح، فتبقى زبدتها مسكرة وزبدتها حلو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. اهي زي ما انتم شايفين بتفك معايا واحده واحده اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. زي ما انتم شايفين عندي هنا حوالي معلقه ملح هنزل بيها كده، عشان دي هتخرج مرته، يعني هتطلع مرته منها، فالمرته تبقى كميتها كتير. فالمعلقه الملح يا دوبك، عشان لو انت حابه تاكل المرته مثلا تحطها في المش تبقى المرته حلوه، مش تبقى عادبه ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو زي ما انتم شايفين فكت خالص اهي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. اهو زي ما انتم شايفين، ما تفكروش ان القشطه مش هتطلع كميه سمنه حلوه، او مثلا مش هتطلع سمنه زي التاني، والله هي بس الفرق ان دي قشطه ودي زبده، بس الطعم هو هي الزبده دي هي الزبده دي. يعني القشطه دي هتفضل تغلي وتفور لغايه ما ترقد خالص، تطلع مرته وتطلع فوق بقى كده زبده، اكنك بتسيحي، بتطلع فوق بقى كده سمنه اكنك بتسيحي زبده بالظبط، يعني ما تفرقش عنها حاجه خالص. اهو زي ما انتم شايفين، اهو زي ما انتم شايفين فكت خالص اهي، وكمان لسه بقى ما تغلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا بقى على ما هوقف الفيديو، بس على ما تغلي اكون غسلت الطبقين دول وهرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا كنت رجعت لكم بقى وهي بتغلي اهو، يعني انتوا لو خدت بالكم خلاص بقت بتخرج، طلعت زبده اهي. يعني اما اجي اجيب من الجنب كده تلاقوا الزبده بتطلع معايا، يا ما شاء الله كده بقت بتغلي من جميع الجناب شويه، وهتصفي وهوريها لكم ما صفت. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هوريكم حته من المرته اهي شايفين، هي اكنك بتسيحي زبده بالظبط، بس الفرق ان انت بتهدي على دي قوي قوي قوي، وبتاخديها على اقل من مهله، وما شاء الله هترمي معايا كميه حلوه جدا. يعني دول كانوا 2 كيلو قشطه، هوريكم هما هيرموا معايا كميه سمنه قد ايه اهو. شايفين برضه هوريكم المرته تاني اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. وهدوقها كمان اشوف ملحها يعني مظبوط ولا لا، لو كده احط لها حبه ملح كمان. لا كده ملحها 10/10 اهو. انتوا زي ما انتوا شايفين هي بتغلو قدامكم اهي، بس من الرغاوي اللي على الوش دي مش باين يعني، بس لو دققتوا قوي معايا
في الحله هتلاقوها بتغلي كويس من جميع الجناب كمان. على فكره انا مقدم المرطه بيضه بس طعمها جميل جدا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا كل سكوتي ده باكل في المرطه من حلاوتها ومن طعمتها. هي فعلا زبده والله ما تتخير عن الزبده اي حاجه، لان اصلا هو الزبده قشطه والقشطه زبده، فما يفترقوش عن بعض حاجه. فما دام عذبتك واوحت معاكم ومش راضيه تخرج الزبده القشطه مش راضيه تخرج الزبده، خلاص هاتيها ومدخله على البوتاجاز وفي حله وزي ما انت شفتيني بالظبط. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا بقول لكم لازم نهدي عليها زياده عن اللزوم. ليه؟ عشان دي بتفور بطريقه رهيبه. الزبده بتفور بس مش بتفور قوي زي دي، لكن دي بتفور ممكن تفور وتقع من الحله. فعشان كده بقول لك خلي بالك. يعني انا لو فضلت يعني واقفه شويه هتفور وتطلع فوق خالص، ده لو انا عليت عليها، لكن انا مهديه عليها خالص. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. هي عامه اصلا الجاموسه بتاعتي القشره بتاعتها مش راضيه تخرج لانها عشر وبتنشف، فكمان هي عشر وبتنشف، فاللبن بتاعها ما عادش مساعدني في اي حاجه، لا جبنه ولا زبده ولا اي حاجه. حتى في الشرب بقى طعمه مش اللي هو ايه، يعني زي ما بيقولوا ده لبن بايت مش لبن صابح. لبن الصابح اللي هي بتكون الجاموسه لسه والده، امال الجاموسه عشر وخلاص هتنشف بيقولوا ده لبن بايت. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو زي ما انتم شايفينها، انتوا لو مخلين بالكم معاها هتلاقوها بتعلى شويه بشويه. هوقف الفيديو عشان ما اطولوش عليكم وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه افضل السلام. اهو زي ما انتم شايفين دي بقى شكلها بقى بعد ما غلت مره واثنين وثلاثه وعشرة. شايفين بقى بدات تعمل ازاي؟ اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ونسيبها بقى براحتها خالص وعلى اقل من مهله وهي تخرج بقى براحتها. هوقف الفيديو برضو وارجع لكم بعد ما تنتهي خالص، عشان انا حاسه ان انا كده طولت عليكم الفيديو قوي. انا ما بعدلش اي حاجه والله، ولا اي حاجه، ولا حتى تعديل في الصوره ولا اي حاجه. ده على الطبيعه بالظبط، عشان لو انت حابه تعمليها بالطريقه دي او القشطه مش راضيه تخرج معاكي زبده، تشوف طريقتي دي لو عجبتك تجربيها والله العظيم هتدعيلي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. خلي بالكم كل ما تغلي كل ما المرته تكتر. يعني شوفوا ما شاء الله كميه المرته طالعه في المعلقه قد ايه. اهو شايفين كميه المرته اهو زي ما انتم شايفين اهو. وبرده تقلبي عشان المرته ما تبقاش حته حمراء وحته بيضه، تبقى المرته كلها لون واحد. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. خلي بالكم انا بحك كده بالمعلقه بصعوبه، يعني مش اللي هي بتطلع على طول. ليه؟ عشان انا سبتها ورحت برضو عملت شغله ورجعت لها تاني، فلو انت ايدك فيها على طول مش هتلزق كده مني. ارجع لكم بقى تاني بعد ما تخرج خالص بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا هي زي ما انتم شايفين خلاص بقى المرته بقت شيء والسمنه بقت شيء. المرته هي ريحتها والله العظيم بصوا اقول لكم جايبه لاخر الشارع، ريحتها جميله 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 اهو زي ما انتم شايفين اهو. وشوفوا السمنه بقى رايقه خالص ازاي، سمنه رايقه خالص خالص خالص. وهنا بقى كنت خلصت وانتهيت اهو زي ما انتم شايفين. هفضها بقى في البرطمان وما شاء الله صفت لي كميه كويسه جدا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اهو زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بفضل اقلب فيها لغايه ما اللي على الوش ده كله
برضو ينزل في الارضية. انتوا اصلا هتلاحظوا طول ما انا بقلب طول ما الكمية بتقل معايا. هستنى بقى لما تبرد خالص وبعدين هنفضيها في البرطمان. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وهنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، اتمنى منكم شير ولايك، واستنوا مني كل جديد. ولو انتوا عايزين انزل لكم اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هنزلها لكم، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. انا فضيت السمنه في البرطمان، فعشان السمنه لسه دافيه خفت البرطمان يسيح فحطيته في ميه ساقعه. ويبقى كده خلصت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام.